بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك. نشكر حبايبنا اللي معانا على صفحتنا يوميات سور في الريف. بنشكركم جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا حبينا نجهز الفطار الجميل ده النهاردة. جبنا سمك شبار وسردين يعني، وعملنا سلطة وعملنا خيار، يعني حبة خلطات كده جميلة جدا. اللهم صل على حضرة النبي. طبعا السيد اخويا بيحب السردين وانا بحب الشبار. قال احنا عايزين سمك النهارده. هو لو في السمك الشبار كبير وبحشهوله وما فيش سردين باكله عادي، بس من غير حشيه ما باكلش الشبار خالص. جبنا له سردين وجبنا لنا احنا بقى انا وامي كده شبار. والمهم ايه، كان احلى فطور النهارده عملناه في شهر رمضان. احلى فطار طبعا، يجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. طبعا طبخنا الرز اهوت وحاجات جميلة جدا، يعني جهزت الصينية بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. طبعا أمي نزلت تشوي السمك. خالتها نزلت الأول قدحت العرصة كده، وقالت تعالي بقى يصير نشوي في الفرن القش الفلاح البلدي. طبعا ريحة الفرن ده يا جماعة بيبقى تحفة. لوز اللوز كده بيبقى شوفوا مش عارفة اوصف لكم ازاي. مش عشان احنا بنشوي فيه، لا والله، بس احنا متعودين كده على طول. شوية السمك فيه بتبقى لها ريحة جميلة، بتبقى تحفة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. غسلت السمكة كويس وديتها لأمي هي بقى اللي تشوي مع نفسها كده. لما انا اعمل التمليحة، طبعا في ناس يا جماعة بتقول خلطة، قصدي دقة، وناس بتقول تمليحة، واحنا بصراحة بنقول تمليح، مش هكدب عليكم يعني. انا بتكلم بطبيعتي يا جماعة، ما بغيرش لهجتي، ما بغيرش كلامي، ما بغيرش اي حاجة في اي الاكلات بتاعتنا. انا فعلا انا مسمينها التمليح. جبت لها القش جنبها كده. المهم ايه، ظبطت لها المكان وقلت لها انت بقى ايه مع نفسك كده مجهز انا التمليحة بتاعتي، واقوم جايين ايه نشوي بقى السمك. بسم الله ما شاء الله، كانوا حبة شوية سمك تحفة كده. احنا عندنا يا جماعة بنشوي السمك يا دوبك العصر يأذن ونصلي العصر وننزل نشويه. طبعا احنا في رمضان، في شهر رمضان ما ينفعش اللي احنا نشوي الظهر ولا الكلام ده. احنا فعلا بيجي من الصبح هنا. في واحد بيجي يعني يقعد قدام بيتنا الصبح. بناخد بقى منه سمك، كل الدنيا بحالها بتاخد منه سمك. بصراحة سمكه جميل جدا ومش عارفة اوصف لكم ازاي. ولو ما جبناش منه، انا بعرف السمك يا جماعه. امي في مره لقيته خلص وجابت من واحده تانية، مش هكدب عليكم يعني. قلت لها السمك ده مش من اللي انت بتجيبيه. جت ما هو خلص، هي اقنعتنا الا منه في الاول كده. وبعدين انا اكلت السمكيه مش لها طعم خالص، يعني انا مش عارفه اوصف لكم ازاي يعني. انا عرفت السمك ليه. انا متعوده ان انا اكل من الشخصيه الكويسه دي، بيجيب احلى سمك. وبصراحه اكتريه الناس بتاخد منهم سمك في البلد. هم بيجيبوا من المطريه يا جماعه، احلى سمكه في المطريه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضرة النبي. طبعا في ناس بيقولوا عليها الشادر وناس بيقولوا عليها المطرية، انا مش عارفة، هو اللي انا عارفاه هو كده. آه، قالت يا سر ما انا لقيته خلص وجبت من ده. قلت لها ماشي، بس يعني ايه جت ما عشان تاكلي. قلت لها ما انا بعرف السمك اصلا، يعني انا بعرف اكل السمك وبعرف السمكية النظيفة من السمكية الوحشة. بتبقى بطنها ملانة دهن كده وبيبقى فيها بطاريخ، دي احلى سمكة يا جماعة. وبتبقى منظر السمكية اصلا مش غامقة كده، بتبقى احلى سمكة. آه، امي تقول لي يا سور السمكيه اللي تلاقيها ظهرها احمر دي جميله جدا، بتبقى شكل شوفوا دي اللي بتبقى اجمل واحده. انما لو جبت السمكه اللي هي الغامقه السمريه دي اوعي تجيبيها. انا اتعودت كده، حتى لما اروح اجيب سمك وامي مش معايا انا متعوده اجيب نفس النوعيه اللي هي قالت لي عليها وانا متعوده عليها. وبجيب من واحد واثقين فيه 100%، وبجيب احلى شبار واحلى سمك. اللهم صل على حضرة النبي. طبعا عملت التمليحة وجيت اهوت وراها. كانت الشمس طبعا لسه برضو ايه يعني، ما المكان بتاعنا ده اساسا مكشوف. وقالت لي يا سهر ملحي وسيبيها انا يعني الم وكده، وقومي انت بقى ايه عشان تجهزي الاكل. قلت لها لا احنا هنقوم احنا الاتنين من هنا، ما هو لسه كده كده في الحالتين لسه بدري على ايه، على اللي انا اولع الرز وكده. وعملنا سلطة برضو، وضبنا الأداء كده. بس بسم الله ما شاء الله كان أحلى فطور يا جماعة، بصراحة كانت فطور تحفة بسم الله ما شاء الله. اه بعد ما طبعا ملحته تمليحة كويسة، بديت اللي انا ارش عليه بقى ايه التمليحة دي بيبقى فيها حاجات تقيلة كده. الليمون بالثوم بالفلفل بالشطة بالشبت بالكزبرة.
يعني ايه حسب اللي انا ضربته في الخلاط كلهته بلاقيه تقيل كده. والملح طبعا انا ظابطه الملح بتاعه. المهم في الحالتين انا بشيل الحاجه دي بفضها كده على السمكه واجي بقى اللي بسم الله ما شاء الله. وانا بفرده شويه على الجاش عشان يتصفى لازم يتصفى ولازم ايه يبرد، يعني مش لازم ان انا ارصه على طول كده عشان ايه السخونيه بتاعته برده مش يتعجن على بعضه. وجبت مصفى زي ما انتوا شايفين كده اهوت، قلت لا انا ارص فيه برده. انا كده كده هاخده على طول على الاطباق اللي انا هنجل برده في الاطباق عشان ايه، عشان احطه على الصينيه كده اجهز الصينيه ونفطر يعني. بسم الله ما شاء الله. ما رضيتش بقى اللي انا يعني امي تقول هاتي حله، قلت لها والله ديت ودي واحد، المهم هو الصف على على الجش وخلاص. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. شفتوا يا جماعه عسل، ولا بحط زيوت ولا بحط اي حاجه في التمليحه في الخلاط ولا بعمل اي حاجه. هو زي ما انا قلت لكم كده، اي حاجه بضربها في الخلاط هي الدقه اللي انا بعملها ديت وخلاص على كده. بسم الله ما شاء الله. اهو لميت السمك كلهته على بعضه، كان بيرد اصلا ما ينفعش ان انا المه وهو ساخن. سبته لما برد شويه وبعدين بقى ايه لميته كده على بعضه. بسم الله ما شاء الله. شفت عامل ازاي؟ انا بصراحه يعني انا كنت بقول يعني لو احنا فاطرين كنت باكل سمكيه عند الفرن، باكل اي حاجه، انما للاسف احنا صايمين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. شفت منظر السمك عسل. احنا بقى بنشوي الفرن القش الفلاحي البلدي، يعني ايه الانبوبه غاليه ب80 جنيه. ما ينفعش اللي احنا ايه قلنا اللي احنا نشوي في الفرن القش الفلاحي البلدي وخلاص. وادي حبه البط بتاعنا شفتوا حلوين ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. والوز بتاعنا ايه العسل دي يا ولاد. احلى طيور طبعا عندنا النهارده، اللهم صل على حضره النبي. بسم الله ما شاء الله. والبط بيبقى حلو بقى في البيت، عامل هيصه للبيت كده، وعامل بصراحه ببقى مبسوطه بالبط والطيور ده عندنا كده. اللهم صل على حضرة النبي. يا رب يزيد ويبارك يا رب. عسل، حبة طيور زي العسل. اه كنا بنشوي السمك وهم واقفين حوالينا كده بس يكاكوا كده. كنت فرحانة خالص وهم قاعدين حوالينا كده. رايحين جايين يكاكوا بس كده. بسم الله ما شاء الله. حبيت اللي انا ايه يعني اصور لكم المكان الجميل بتاعنا والطيور حوالينا والمنظر الجميل ده. بسم الله ما شاء الله. واحلى فطار طبعا جهزناه النهارده. شفتوا جهزت السمك وليمون اخضر وسلطة وخيار. بسم الله ما شاء الله. طبعا كنت هجيب ليمون وزيتون، لقيت السيد بيقول مش ضروري يسوي، كفايه كده وخلاص. قلت له اللي انت عايزه يسوي. ليمون معصفر وزيتون طبعا موجود يا جماعه. قلت كفايه كده. قال انا احط كوبايه العصير دي عشان يدي منظر يا سهير. قلت له اللي انت عايزه يا حبيبي، اللي انت عايزه يا سيدي اعمله. بسم الله ما شاء الله. شفتوا؟ انا رص والسيد ياخد من ورايا كده ايه الاطباق يرص بنظام كده. هو اللي رصص الصينيه دي يا جماعه، عاملها تظبيطه كده. اه اللهم صل على حضره النبي. وطبخنا الرز وسجيناه، وزي ما انتوا شايفين كده احلى اكل طبعا واحلى فطار جهزناه النهارده في شهر رمضان. يجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منه. بسم الله ما شاء الله. اه بوريكم بس المناظر الجميله اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه. احلى فطار.